ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل مع بعض احلى بطاطس وفراخ بتتبيلة الثوم وزيت الزيتون في الفرن بطريقة سهلة ولذيذة وهتعجبكم قوي. ولو عجبتكم اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي ويلا نبدأ. الفرخة اللي محتاجين لها يكون وزنها وسط، يعني من 1.5 كيلو ل2 الا ربع. هنفتحها من الظهر وبعدين هنشرحها بالطريقة دي. التتبيلة بتاعتنا هي معتمدة على الثوم، فهنفرم ثوم كتير شوية وهنضيف له نص فنجان صغير عصير ليمون، نص معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، ونص فنجان صغير زيت زيتون او اي زيت عادي لو مش مفضلة زيت الزيتون، بس هي بزيت الزيتون احلى بكتير. هناخد الفرخة بقى في صينية كده وهنبدأ نتبلها. تبلي الوش بتاع الفرخة الاول بالتتبيلة بتاعتنا كده، وبعدين اقلبيها بقى على وشها وسيبيها طول فترة التتبيلة وهي كده تبقى على الوش كده. وتبلي الظهر بالطريقة دي وهنسيبها بقى المدة بتاعتها 3 أو 4 ساعات. البطاطس اللي استعملتها أخدت كيلو، قشرته وغسلته كويس وبعدين قطعته مكعبات وسط بالشكل ده، وبصلتين وسط قطعتهم شرايح. وبعد ما قطعت البصل دعكته كده بإيدي بالملح والفلفل الأسود، نص معلقة ملح ونص فلفل أسود، وتدعكي البصل قوي. طريقة الدعك دي بتدي طعم حلو قوي للأكل. بعد ما دعكت البصل كده حطيت عليه البطاطس وبعدين ضفت لهم شوية من التتبيلة. رفعت الفرخة كده وأخدت باقي التتبيلة اللي متبقية منها كده ضفتها للبطاطس مع معلقة صلصة طماطم كبيرة وقلبتهم كلهم مع بعض. الفرن دلوقتي أنا مشغلاه على درجة حرارة 220. هنحطها على أقرب رف للصاج بتاع الفرن. هنحط بقى البطاطس في الصينية كده وبعدين هنحط عليها الفرخة يكون وشها بقى لفوق بالشكل ده، ونزلت عليها باقي التتبيلة ودخلتها الفرن بعد ما لفتها بورق الفويل كده تلفيها كويس بالشكل ده، وهندخلها الفرن زي ما بقولك على درجة حرارة 220. أخدت حوالي ساعة وربع، استوت خالص. شلت بقى ورق الفويل وعملت الفرخة دهنتها كده بصلصة الطماطم ودخلتها الشواية ربع ساعة بالظبط. طلعت بقى بالجمال ده. لازم تجربيها، حلوة جدا، سواها جميل وطعمها جميل، والتتبيلة دي طعمها حلو قوي مع الفراخ. وبألف هنا. ولو عجبك الفيديو اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.